السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نعيش هذه الدقائق المعدودات حول سؤال. هذا السؤال صورته رجل دعاه عمه لحضور زفاف ابنته، عرس. كما لا يخفى أن إجابة الدعوة واجبة، لكن الإشكال هو أن عمه هذا أصل ماله، تجارته، مكسبه من حرام، فهل يقبل هذه الدعوة وهو يتردد في نفسه ويخاف أن يحضر، وأصل هذه الأطعمة والأشربة كلها أصلها من مال حرام؟ فهل يحضر ويعترض له هذا مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له؟ فخاف على نفسه، فهل يكون آثما بعدم الحضور، أو أنه إذا حضر سيأكل حراما وبالتالي لا تقبل دعوته؟ هنا الإنسان حتى لا يعيش في حيرة وحتى لا يعيش في تيه، دائما يرجع إلى قال الله قال الرسول، فماذا فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس هذه القضية وهذه الصورة والتي تتكرر كثيرا في مجتمعنا، نفس هذه الصورة أيها الأحبة الكرام جاءت ووردت عن الصحابي الجليل، كبير الصحابة، مفسر القرآن، ترجمان القرآن، أقرب الناس فهما إلى مقاصد الشريعة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود. هذا الصحابي وردت عنه فتوى هي مؤرخة في مصنف ابن أبي شيبة وفي مصنف عبد الرزاق بسند صحيح. ما مفاد هذه الفتوى؟ عبد الله بن مسعود سأله رجل فقال له: يا عبد الله يا ابن مسعود، إن لي جارا يأكل الربا ويهدي إلي، أفأقبل منه؟ فأجابه عبد الله بن مسعود بجواب في غاية المقاصد، قال: نعم، لك مهنأه وعليك مغرمه. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذه الفتوى؟ هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه راعى الأصول والقواعد واستحضار مبدأ تحريم قطيعة الأرحام، فقال: لك مهنأه، أي يجوز لك في هذه الحالة لما تدعى إلى وليمة أو عرس وأنت تعلم أن صاحب هذه الدعوة أو صاحب هذا العرس ماله يعني مختلط ما بين الحلال والحرام، تجارة حرام وتجارة حلال، أو ربما قد تكون تجارته كله حرام. فهنا يجوز لك أخي المسلم أختي المسلمة أن تحضر هذه الوليمة وأن تأكل منها وتشرب منها، فلك تلك الفائدة ولك تلك المنفعة، لكن هو عليه الإثم وعليه الوزر. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، حتى لا تقع تلك القطيعة، قطيعة الأرحام وتمزق الأوصال، وهذا نهى عنه الإسلام، فقد تكون محرجا إذا لم تحضر. لكن هناك صورة تشابه هذه، مثل لو دعاك إلى وليمة عرس، مثل لو قدم لك هدية، فهل يجوز لك قبول هدية من شخص وأنت تعلم يقينا على أن أصول ماله حرام؟ هل تقبلها أم لا؟ الجواب على هذه الصورة أيها الإخوة الكرام، على أن الهدية التي يقدمها لك شخص أنت تعلم أن تجارته حرام، إذا كانت هذه الهدية في حد ذاتها وفي أصلها أنها جائزة، لكن المشكل فقط في أصل شرائها، إذا كانت الهدية كعطر أو شيء من هذا القبيل، الهدية أصلا جائزة، فلا شيء عليك. وفق فتوى عبد الله بن مسعود يجوز لك أخذ هذه الهدية وعليه الإثم. لكن إن كانت الهدية هي أصلا محرمة، إذا كانت هي أصلا محرمة، فهذه لا يجوز للمسلم قبولها بأي حال من الأحوال. إذن أرجو أن تكون الصورة واضحة. فالمسلم إذا دعي إلى وليمة وصاحبها معروف بأن ماله حرام فيجوز لك الحضور، ولكن هذا لا يعني أنك تستغل هذه الفرصة لكي ماذا؟ لكي تنبهه ولكي تذكره ولكي تعظه بأن مسلك الحرام طريق جهنم بكل أدب ولباقة، كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كان الشخص بعيدا، إن كان الشخص ليست قرابة أخوة أو عمومة أو خؤولة، إن كان بعيدا، فيمكن لك أن تتراجع عن هذه الدعوة، وكأنك ماذا؟ يعني ترسل له رسالة مفادها أنه: يا أخي الكريم، ينبغي أن تراجع نفسك، نحن نريد أن نحضر وأن
يشارك معك فرحتك. ولكن جزاك الله خيرا، أتمنى أن تغير وجهة تجارتك وبيعك، لأن الحلال بين وأن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعمنا الحلال، وأن يرزقنا الحلال، وأن يختم لنا بالحلال، وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.